السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم يا استاذ سعيد. الغسالة اهي كده تمام الحمد لله. الغسالة واير بول. ركبنا دايرة الكهرباء الجديدة بالكارتة الجديدة والشاشة زي ما حضرتك شايف كده. احنا بنجرب أول دورة، تمام. أول دورة كده لسه بمية بس على الفاضي. بعد كده هنحط غسيل، دورة غسيل، تمام. واضح كده اتجاه اللفة الشمال مع العلامة اللي على الكارتة اتجاه الموتور شمال. أول ما الموتور بيقف تمام تبدأ تلف بالعكس، وادي نفس اتجاه اللفة زي ما حضرتك شايف، تمام. اللي تم بقى كالتالي: الكارتة الجديدة القديمة اهي. طبعا البقرة دي كده خلاص دي سبتت لأنها كده منظر على الفاضي يعني. ده مكانها خلاص مش موجودة هي هنا، تمام. حتى بص مكان الحرف بتاع الكارتة واضح على البلاستيك اهو. الكارتة لما ضغط ماشي يعني البروسيسور بتاعها طاير عامة يعني. ماشي، ده كده بالنسبة للكارتة. الكارتة الجديدة اهي زي ما حضرتك شايف. يعني الكارتة وادي السلك بتاعتها كلها ملمومة، ماشي. ادي الكارتة، ادي ميزان المية الجديد، تمام، اللي هو بدل الميزان القديم. دي الترومبة القديمة. الترومبة الجديدة طبعا الرجل تحت خالص مش هتبان من هنا، ماشي. السنسور الحرارة اللي قلت لحضرتك عليه ده القديم اهو. ركبنا السنسور الجديد برضو. ادي الريسيفر، يعني ادي ريسيفر الكارتة الرئيسية بميزان المية، تمام، بسنسور الحرارة اللي هو راكب تحت عند السخان، ماشي. ده القديم. والترومبة مع إعادة تقسيم دائرة الكهرباء بالكامل، تمام. ده كده الشغل اللي تم، ودي كده التجربة، ماشي. بجرب دلوقتي اهو زي ما انا قلت لحضرتك بدون غسيل. وعلى فكرة كان حاجة أساسية من الحاجات اللي بوظت الكارت دي اللوك بتاع الباب عندك، الأمبير بتاعه أو الأوم بتاعه مش مظبوط. ده اللي أثر على الكارتة دي، تمام. وفعلا زي ما أنا بعمل، لو حضرتك بصيت هنا اهو كده اهو معايا، ادي اللوك القديم تحت اهو، ماشي. انا مش قادر امد ايدي اكتر من كده، اللي هو تحت اهو، ايوه اللي انا مشاور عليه ده. ده اللوك اللي فيه المشكله. كان المفروض ان اللوك ده يتغير، ماشي. وده غالي شويه علشان الباب ده يفضل مصوجر وقت غسيل الغسالة، وقت شغل الغسالة يعني. بس انا بطبيعتي انا مش بفضل لما باجي اركب الكارتة دي بصراحة يعني. ما بحبش ان انا اشغل اللوك ده تاني حتى لو سليم، ما بحبش اشغله. ليه؟ عشان اللوك ده من الحاجات اللي هي الاساسية اللي بتبوظ بسرعة، ويوم ما بتبوظ للاسف بتضرب معاها الكارتة. طب انا ليه اعرض الكارتة بتاعتي لحاجة لما بتبوظ هتحرقها؟ فانا بسيب اللوك القديم ان كان سليم او ان كان بايظ زي ما حصل كده في غسالتك دلوقتي. بسيبه ان هو بيقفل لي الباب، بس كل فكرته ان هو عباره عن زي ترباس بيقفل لي الباب، ماشي. بس انا ما بدخلوش في دايره الكهرباء بتاعه الغساله. طب ايه مقابل كده او ايه التعديل بتاع كده؟ لو اي حد حب يفتح الغساله وهي شغاله دلوقتي الباب هيتفتح. ركز في النقطه دي يا استاذ سعيد. لو اي حد حب يفتح باب الغساله دلوقتي الباب هيتفتح والميه دي هتنزل، تمام. محدش جه ناحيه الباب، الباب قافل كويس اهو زي ما انت شايف. الباب قافل كويس مفيش مشكله يعني، ما بيطلعش، تمام. فالنقطه دي هو الامان بتاع الباب او لوك الباب، عشان لو في اطفال صغيره بتشد الباب او بتيجي ناحيه الغساله اثناء ما الغساله شغاله، تفضل الغساله مقفوله ما تفتحش. مفيش اطفال صغيره خلاص مفيش مشكله، مفيش مشكله من الغساله. ما اعتقدش ان في طفل صغير يقدر يمد ايده جوه يعني عشان يدوس على اللسان ده عشان يفتح الباب، تمام. فاحنا كده ان انا كون ان انا مش موصله او ان انا ما غيرتوش ودخلته في دايره الكهرباء بتاعت الغساله عشان احافظ على الكارته انه لو باظ الجديد ما يحصلش مشكله تاني في الكارته بتاعتي زي ما حصل في الكارته القديمه، تمام. انت عندك الترومبه دي كان فيها مشكله رجرجه جامده، ماشي، والكارته دي فيها مشكله.
والاتنين دول اتغيروا اساسي علشان يشتغلوا مع لان دول ما يشغلوش الكارتة الجديدة، لازم يتغيروا مع الكارتة الجديدة. تمام. فاحنا كده زي ما انا قلت لحضرتك بجرب بدون غسيل. وعلى فكرة لو حضرتك حابب ان احنا نغير اللوك ده واجيب لوك جديد بتاع الغسالة نفسها وادخله مع دايرة الكهرباء، انا ما عنديش اي مشكلة، نجيبه ونغيره، مفيش مشكلة، اجيبه واركبه وادخله في الدايرة. بس لا قدر الله فيما بعد حصل فيه اي مشكلة زي ما انا بقول لك، هيطير الكارت اساسي زي ما القديم دوت طير الكارت. تمام. واللي انت عايزه انا ما عنديش اي مشكلة. فكده خلاص انا كده هوقف الفيديو دوت، اسيب الدورة تكمل. انا كده عاملها على درجة حرارة 40. تمام. واضح ان فعلا المية سخنت اهي. ماشي. وبعد كده هجرب دورة تانية واوري لك صوت الغسالة في الطرد وفي العصر. ماشي. وقت ما هجرب بغسيل. شكرا. بص يا استاذ سعيد، دي كده تاني دورة بجرب ببطانية تقيلة. انا قاصد ان انا اجرب ببطانية تقيلة علشان اشوف اقصى حمل للكارتة واقصى حمل للموتور. تمام. شايف حضرتك مستوى المية بقى عامل ازاي؟ مستوى المية كده عالي الحمد لله. تمام. ماشي زي ما حضرتك شايف كده الاتجاه الشمال زي ما واضح على الكارتة، اتجاه لفة الموتور الشمال على درجة حرارة 40. تمام. بأقصى حمل اهو. وادي الاتجاه اليمين. تمام. وادي زي ما انا وريت لحضرتك كده اهو برضو مكان الكارتة والريسيفر والميزان كل دايرة الكهرباء. تمام. ان شاء الله خلص الدورة دي وهوري لك الغسالة وهي بتعصر في اخر الدورة ان شاء الله. كده انا ماشي مع حضرتك خطوة خطوة في التجربة على اكتر من برنامج عشان حضرتك تبقى شايف التجربة بالكامل. يعتبر انا في الفيديو ده كده ان انا بسلم لحضرتك الغسالة كدورة غسيل، لان طبعا احنا مش هينفع نقعد عند حضرتك دورة غسيل كاملة. انا هنا كده بسلمك اكتر من دورة غسيل بحمل كمان ومن غير حمل. تمام. بص يا استاذ سعيد كده في مرحلة العصر. تمام. دي اخر مرحلة في الشط، فبتعصر قبل ما بتشطف عشان بعد كده لما تشطف المية الأخيرة. وادي الطرد اهو ترومبة. تمام. ترومبة جديدة الحمد لله كده الدنيا تمام. كده تبدأ تاخد مية تاني آخر شطفة بقى. تمام. كده المية بتاعت آخر شطفة. كده يا أستاذ سعيد دي آخر عصرة، آخر مرحلة العصر هي السبين. تمام. كده خلصت عصر كمان أهو. المية كلها اتطردت. طبعا الصوت ممكن تحسه عالي شوية طبعا عشان أنا فاتح في الغطا من فوق. تمام. تبدأ بقى خلاص آخر حاجة هتقلب الغسيل اللي جواه أو البطانية شمال ويمين لفتين، وبعد كده تروح عاملة الستوب وتقف. بعد ما الغسالة هتقف خالص. تمام. حضرتك هتلاقي الشاشة دي هتفضل منورة، هتروح دايس على الباور هتطفي وبعد كده تطلع الغسيل. ويا ريت الفيشة بتاعة الغسالة تنبيه هام جدا، الفيشة بتاعة الغسالة طالما الغسالة مش شغالة الفيشة تبقى متشالة من الكهرباء. حتى لو حضرتك طفي الكارتة برضو شيل الفيشة من الكهرباء. ليه؟ لأن الفيشة طول ما هي واصلة في الكهرباء دايرة الباور دي بتاعة الكارتة واصل لها كهرباء. تمام. دايرة الباور برضو واصل لها كهرباء. تمام. بص برضو أنا هرجع لحضرتك على حاجة زي ما أنا قلت لك أثناء ما الغسالة شغالة. لو أنا فتحت الباب هيتفتح. بص كده أهو، لو أنا فتحت الباب هيتفتح. طالما مفيش مية خلاص مفيش مية هتقع، لكن طالما في مية المية هتنزل. تمام. فده امان علشان ما يحرقش الكارت. انا كده قفلت الغساله مهما شديت مش هيتفتح لوحدها ابدا. تمام. زي ما انا رجعت قلت لحضرتك في الفيديو. ماشي.
انا هفضل مع حضرتك اخر نص دقيقة دي عشان تشوف الستوب بتاع الغسالة عامل ازاي، تاخد بالك منه. مركز الراعي الصالح، مهندس مجدي مكرم، 012-2-4-5-4-2-0-3-4. الكام لفة دول في السوفت وير بتاع الكارتة، بحيث ان هو بيفك الغسيل من بعضه. بالنسبة لبرامج الكارتة دي كلها، شرح برامج الكارتة دي كلها وكل امكانياتها، هنعمل لها فيديو مخصوص برضه هبعته لحضرتك عشان تعرف كل امكانيات الغسالة. يعتبر انت كده عندك غسالة جديدة بسوفت وير جديد، كارتة جديدة. فحضرتك اتفرج على الفيديو بتاع برامج الكارتة دي كلها عشان تعرف كل برامجها وكل امكانياتها. تمام. والفيديو ده يعتبر تجربة دايرة الكهرباء والكارتة الجديدة بالكامل. انا مش عايز بقى اجري الفيديو في الحتة دي، او مش عايز ان انا اقطع الفيديو في الجزئية دي، انا هسيبه شغال علشان الستوب الاخير ليها. كده الكارتة خلصت. لو خدت بالك علامة السبين اللي هنا، كلمة السبين راحت خلاص. ماشي كده الغسالة خلصت. هتلاقي الغسالة تفضل منورة واقفة على كده وساكتة خالص. تمام. طالما هنا مفيش ولا كلمة تحت كده اهو، يبقى كده الغسالة خلصت. كل حركة هتعملها هتروح دايس على الباور، تمام، وهتشيل فيشة الغسالة وتطول على الغسيل بتاعك. حضرتك شايف كده، بص البطانية مفيش فيها جرام مية يعني، خلاص تماما اهي. تمام. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.